انا يا جماعه اسمه محمد ابراهيم يا جماعه. بصوا والله بيغسل الاطباق نفسه بنفسه للعصافور والقطط عشان يملى لهم ميه. جاي منين حضرتك عشان تعمل الموضوع ده؟ جاي من حدائق حلوان. حدائق حلوان. والله شايفين يا جماعه، يعني هو ده صديقي بس جاي من حدائق حلوان عشان يعمل ايه؟ دي للعصافير والقطط. ولسه تحت هنعمل اللي هي ايه؟ بتاعت الحيوانات دي اللي بتشرب من تحت. جزاك الله خير يا باشا. نمنا الميه النظيفه والله جزاك الله خير والله. والله القطط والعصافير هتتبسط منك والله. استاذ محمد ابراهيم يا جماعه جاي النهارده، يعني قال لك ايه؟ لقاهم عاملين كده قال لك انا هتطوع واعملها. يا جماعه بص يعني بيعمل ايه بتاعت الحيوانات بنفسك. طب والله جزاك الله خير والله. حبيبي حبيبي حبيبي. جزاك الله خير بجد يعني. قال لك انا هتطوع يا جماعه واعملها انا ايه؟ اعملها طول ما انا واقف يعني. شكرا يا باشا. العفو. بنشيل الميه اللي هي الوسخه اللي غسلناها دي عشان خاطر نحط ميه نضيفه. والله جزاك الله خير والله يا استاذ محمد ابراهيم. حبيبي ادعوا له يا جماعه ربنا يعني يا رب يجازيه خير اكتر واكتر ويجعله في ميزان حسناته. وهنا بيحط الميه النضيفه والله يعني انت كمان يعني بتشطفها والله تسلم ايدك. خلاص يا استاذ منعم بقى، كتير كبير قوي كده الفيديو ده. هنا يا جماعه هو عشان ايه الكلاب ولا اي حيوان يشرب ايه؟ في فرق. شايف فين الفرق؟ الله اكبر. تسلم يا باشا. بص هنا، طب قول بص شاور للناس لهم باي باي.